الليل أقبل والوجود سكون. الليل أقبل الحدث اليوم رمضان تكمل لمتنا. سلام من الله شهر الهدى. كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم. الذهب حديث المدينة، يمكن الذهب عند أعلى سعر تقريبا من سنة، يمكن في فرق حوالي 350 جنيه بين سعر الجرام في مصر والبورصة العالمية. النهارده طبعا في برنامج الفوركس معانا بشير هنعرف بقى أسباب ارتفاع الذهب وإيه الفرق بين سعر الذهب في مصر وسعر الذهب بره مصر. هنيجي نبص النهارده يمكن الذهب زي ما احنا قلنا عند أعلى سعر من سنة. لو جينا شفنا يمكن الاسبوع اللي فات يمكن الدهب وصل لاعلى سعر عند 2009 دولار. ده سعر ايه؟ ده سعر الاونصه عالميا اللي هي كام؟ 31 جرام و10 عيار 24. كان اعلى سعر عند 2009، اقل سعر نزلت عند 1934. السعر الحالي دلوقتي كام الاونصه الدهب؟ 1979 دولار. لو جينا حسبنا يمكن تقريبا الذهب تحرك 75 دولار خلال الاسبوع اللي فات، نتيجه بقى ايه؟ كان في خبر الفيدرالي. طب السؤال بقى هنا، هو في مصر وصل كام؟ في مصر يمكن سجل النهارده حوالي 2300 حاجه و20 جنيه تقريبا. طب ليه الارتفاع القياسي ده وايه اللي حصل الفتره اللي فاتت في اسعار الذهب؟ اسعار الذهب لو جينا شفنا على مدار السنه يمكن اقل سعر وصل يمكن 1600 وكام 16 دولار. ده كان يوم 3/11 تقريبا، ارتفع من 3/11 لحد كام؟ لحد 2009 يمكن كان حوالي 371 دولار. الارتفاع القوي ده نتيجة ايه بقى؟ واحد طبعا العوامل الاقتصادية انتوا شفتوها الفترة اللي فاتت، وفي بعض البنوك افلست. يمكن معانا استاذ احمد هنبدأ نتكلم عن الموضوع ده، وان الذهب هو الملاذ الامن. ولكن انا بقى احلل بالنسبة بالارقام. الذهب لما كسر النقطة دي 1960 دولار كان نقطة قوية جدا لارتفاع الذهب وخلاه ينطلق، ولكن في رقم كبير جدا هو ال 2070 دولار. الرقم ده ما جالوش من امتى؟ من يوم 8/3 اللي فات، فالرقم ده الناس مستنياه. طب السؤال هنا بقى، هو ايه الفرق؟ يعني الاسئله جت الاسبوع ده، طب ليه في مصر السعر مرتفع؟ يمكن سعر الفرق بين مصر وبره يعني مثلا حوالي 360 جنيه. طب نحسبها ازاي؟ بناخد الرقم البورصه العالميه، يمكن السعر الحالي ده بكام؟ 1979 دولار. اقسم الرقم ده على 31 جرام و10 اللي هو الاونصه الذهب، هيطلع حوالي 73 دولار وكسر. خد الرقم ده اضربه في سعر البنك حاليا، هيديك حوالي سعر الدولار على سعر الذهب عالميا في مصر كام؟ طبعا هتجيب الفرق حوالي 360. ليه؟ نتيجه بعض الناس بيعلي في سعر الدولار، ولكن لازم حضرتك تعرف ان سعر الأونصة عالميا 1979 دولار. توقعاتنا ايه بقى الاسبوع الجاي؟ الدهب راح فين؟ هل الدهب هيستمر في الارتفاع ولا يبدأ ينخفض تاني؟ طبعا الرقم ده لازم نعرفه. يمكن دلوقتي احنا قلنا كام؟ 1979. لو شفنا الذهب الاسبوع ده فوق ال 2000 تاني، لو شفنا الذهب فوق ال 2000 هنتوقع مزيد من ارتفاع الذهب، ممكن يوصل لمستويات 2010 و2020. ولكن كلمة السر في الذهب الرقم اللي كاتبه فوق اهو كام؟ 2070 دولار. الرقم ده جاله مرتين في شهر 8 2020 وجاله في شهر 3 يوم 8/3 2022. هل يوصل له تاني؟
يبقى الرقم القوي بالنسبه لنا هو ال 2000. لو شفناه طلع يبدا يصعد تاني. طيب انخفاض او إن ممكن الدهب يرجع تراجعه تاني، ممكن يرجع تاني ولكن لازم يكسر الرقم ده 1950 دولار. يمكن حضرتك شفتوا رقم 1950 لو نزل ممكن الذهب يبدأ ينزل، ولكن الذهب فين؟ الذهب في منطقة ارتفاع. تاني الذهب في منطقة ارتفاع ان هو عند الرقم 1979. هيتأكد ارتفاعه امتى؟ تحت فوق ال 2000. ده بالنسبة لتحليل الذهب. احنا حللنا الذهب يمكن بشكل مختصر جدا، قلنا ايه السبب ان الفرق ده بتاع ال 350 ده نتيجة بعض الناس تبدأ تغلي في اسعار الذهب. ولكن الاقتراح احنا قلناه قبل كده، هل احنا الان بقى اللي احنا نبيع سبائك الذهب عن طريق البنك؟ ان سعر البنك ده سعر ايه؟ ده سعر عالمي وسعر معروف. ده بالنسبه لفقره الذهب. الفقره اللي وراها في